سلام مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. هذاك الرولي اللي كنتو تشوفوا فيه راح نديروه بذوق الفراز وغير بلي بودوار. هنا البنات نجيب الفراز ونقطعو قطع بالشكل هذا ونضيفلو كمية من السكر على حساب كمية الفراولة اللي تكون عندكم، ونحطو في الثلاجة حتى يطلق السيرو تاعو هذاك. ومن بعد نجيب هنا لي بودوار، كذلك نحتاجو كاس كريمة شونتي غبرة شونتي عفوا، ونحتاجو كاس حليب. نضربو الكريمة تاعنا هاذيك حتى تتجانس معانا بالشكل هذا. من بعد نجي نقسمها البنات على زوز. شوفوا كيفاه ضربوها مليح حتى تتماسك معاكم هكا، ونضيفلها كيما قلتلكم بعد ما نقسمها إلى نصفين. نضيفلها هاذوك القطع تاع الفراز بعد ما صفيتهم من السيرو تاعهم. السيرو هذاك نحتاجوه فيما بعد، راح نديرو نضيفولو هنا كمية تاع الحليب. ونجيب كيس بلاستيكي نحطو على سطح العمل ولا بابي فيلم، ومن بعد نغطس هاذوك لي بودوار تاعي مليح في الحليب هذاك اللي خلطتو بالسيرو اللي طلقو الفراز تاعي. ونحطهم بالشكل هذا. ندير كيما شفتو البنات هنا، يعني واضح الفيديو. ومن بعد نجيب الكمية هذيك تاع الكريمة اللي ضفتلها القطع تاع الفراز ونحطها على لي بودوار تاعي، ومن بعد البنات نلمهم من بعدهم بالطريقة هذه. نعاود نروح بهذاك الكيس بلاستيكي، ومن بعد نغلفها هكا البنات وندخلها للمجمد، وإذا كنتو مزروبين وإلا للثلاجة حتى تحكم روحها مليح. ومن بعد نجيبها هنا الكمية هذيك تاع الكريمة اللي نحيتها ندير بها دي غوزاس هكا. ومن بعد نجي البنات نزينها بشرائح تاع الفراز، تحبوا ديروهم صغار على هكا كيما حبيتو. طريقة سهلة وواضحة والمكونات موجودة في كل بيت، يعني البنات مش مكلفة. من بعد هنا نجيب شوية كاكاو ونرشو عليها، وهذه هي النتيجة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، تجي خفيفة بزاف البنات، ننصحكم تجربوها ومليحة كذلك لسهرة رمضان بإذن الله. شوفوا كيفاه هنا قسمتها معاكم البنات باه تشوفوها كيفاه تجي من الداخل. شوفوا كيفاه تبان خفيفة ومشربة بسم الله ما شاء الله. هذه هي النتيجة البنات، إن شاء الله يا ربي تجربوها. خليولي رايكم في التعليقات، مبقالي غير نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في وصفات قادمة بإذن الله. سلام.